تشرفت كثيرا باللقاء الذي حظيت به من قبل السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والذي يثبت إرادته في الحوار متى كان الاحترام والتقدير متبادلين. لقد جئت لأستمع وأتطرق إلى مجالين أساسيين: الإبداع الاقتصادي والثقافة، لأن الجمعية من أجل الصداقة بين فرنسا والجزائر التي أترأسها تعمل منذ أكثر من 60 سنة على تطوير الحوار والصداقة والتبادل والتفاهم المتبادل والبحث عن آفاق مشتركة. جئت تحديدا لبناء آفاق مشتركة، وهي كثيرة كما لاحظت. رجال الأعمال الذين التقيت بهم هذا الصباح أطلعوني عن الإمكانات الكبيرة التي يمثلها المستوى العالي لتكوين العمال والموظفين في هذا البلد، وعن حماسهم ورغبتهم في الإبداع والنجاح. ولهذا فإن إعادة بناء الصداقة بين فرنسا والجزائر واجب تجاه الأجيال الشابة على ضفتي المتوسط الذين لا يسعون سوى لتطوير مشاريعهم معا. التاريخ بين فرنسا والجزائر تاريخ مجروح مليء بالهيمنة وبالعنف غير المقبول، لكنه أيضا تاريخ نضال ومقاومة ومصائر متداخلة وعائلات بين ضفتين ومشاريع اقتصادية وثقافية مشتركة وشراكات وإمكانات غالبا ما تم تجاهلها أو تهميشها، ويجب علينا تثمينها. ويجب وضع حد للمواقف السياسية الضيقة والاستفزازات والخطابات التي تمزق من طرف أولئك الذين لا يريدون للجزائر أن تتقدم ولا يعترفون بعد بسيادتها الوطنية ودورها الدبلوماسي في العالم وقرارها بعدم الانحياز وحريتها الكاملة في اختيار تحالفاتها وقضاياها. وأنا أحترم ذلك احتراما عميقا، وأتمنى أن تحترم السلطات الفرنسية هي أيضا هذه السيادة الوطنية للجزائر. هناك من لا يريد للجزائر أن تنجز مشاريع التميز التي تقوم بها حاليا، ولهذا فإن الصداقة المرممة بين بلدين وشعبين يجب أن تتحقق، وأتمنى ذلك من كل قلبي. أنا واثقة أنها ستأتي لتحرر الرغبة في البناء والإبداع والفهم والابتكار وبناء مسارات حياة سعيدة. علينا أن نهدم الجدران لنقيم جسورا للمعرفة والاحترام عبر الحوار. إن الذاكرة ليست امتيازا ولا ذنبا موروثا، بل هي حقيقة الجراح والصدمات التي يجب تسميتها ومعالجتها والاعتذار عنها دون أي مقابل. والهدف هو أن نبني معا أن لا يتكرر ذلك أبدا حتى ننظر إلى المستقبل بثقة. وأول خطوة يجب على فرنسا القيام بها، وكان ينبغي أن تقوم بها منذ زمن، هي إعادة الممتلكات الثقافية والأرشيفات، وفي مقدمتها مقتنيات الأمير عبد القادر وبقية الشخصيات الجزائرية، ثم رفات جميع الشهداء المحفوظة في متحف الإنسان من أجل دفنها بكرامة كما قال الرئيس عبد المجيد تبون. ثم الأرشيفات المحفوظة في أكسون-بروفنس والتي تم رقمنة جزء منها ويمكن إرجاعها بسرعة، وكذلك مدفع الجزائر الموجود في بغيست. وقد أكدت لجنة التاريخ والذاكرة المشتركة ذلك في تقريرها الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2023. وأضيف إلى ذلك بحكم خبرتي كوزيرة السابقة للطاقة أرشيفات ملف التجارب النووية في الصحراء من أجل تقييم الأضرار وإصلاحها. أود أن أستشهد بقول الأمير عبد القادر: الإنسان عظيم بعلمه ونبيل بعمله، فمن النبل أن يعاد للشعب الجزائري ما يخصه.
وسأنقل هذا المطلب إلى الرئيس إيمانويل ماكرون عند عودتي لحثه على التحرك في هذا الاتجاه كما قال في بداية ولايته. فالذاكرة حين تقال بصدق تهدئ، تلزم، تسمو وتبني المستقبل. وببناء المستقبل سنغير نظرة كل منا إلى بلدينا الرائعين. يمكن لعلاقتنا أن تصبح خلاقة وحماسية مع الأجيال التي تعيش بشغف والتي تبتكر، والشركات المتعاونة على ضفتي المتوسط. وأجمل تقارب هو التقارب الثقافي. وسأزور غدا مع وزيرة الثقافة متحف باستيون 23 ومتحف عليلا بوينت، وقد تحدثنا عن فعاليات ثقافية قادمة سأعود من أجلها بكل فرح. لدينا مصير مشترك لأن لدينا تراثا مشتركا وهو البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي لدينا حضارات متداخلة تتغذى من بعضها البعض. وأود أن أختم بهذه الفكرة الجميلة للجزائري القديس سان أوغسطين المولود في تاغست الذي كتب: الحقيقة مثل الأسد، اتركها حرة فهي تدافع عن نفسها بنفسها. فلنحرر إذن حقيقة ماضينا ولنبني تحالفا جديدا من خلال مشاريع مشتركة على أساس الندية والمساواة.